يا اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. حابه النهارده اتكلم عن ايه اكتر حاجه في حياتي انا اساسا حاليا ما بحبهاش. من الحاجات العاديه يعني بتاعتنا اليوميه ان العربيه بتاعتي تتعطل. دي من اكتر الكوابيس بتاعتي لما افكر فيها احس ان يا لهوي هعمل ايه، خاصة ان انا ما عنديش اي فكرة خالص عن العربيات. والصراحة مش ما عنديش بس فكرة، لا مش عاوزة يبقى عندي فكرة. عارف في حاجات كده انا قافلة منها في حياتي وما بحبهاش، ويعني حد تاني يعملها غيري. آم، انت بحكم ان انت بتسوق عربية لازم يكون عندك بعض كده الحاجات، يعني تسلكك في الامور دي. انا الصراحة ما عنديش اي حاجة خالص في الحاجات دي. فانا بالنسبه لي وضع كارثي ان عربيتي تتعطل، ناهيك طبعا ان انت تعمل حادثه. بس يمكن لما بتعمل حادثه ربنا بيسخر لك ناس تيجي تشوف، يعني تساعدك تقولك هتعمل ايه، حتى لو كده حبة حاجات كده هو صغيرين بس يساعدوك ان انت يعني تتنقل للستيب التانية، للخطوة التانية. لكن لما العربية بتاعتك بتتعطل خاصة على طريق سريع فدي فعلا بتبقى الأزمة. من 3 أيام بالظبط كنت ماشية بالعربية على طريق سريع، معايا ولاد أختي، وتقريبا كده كان العصر حاجة زي كده. هو المهم أنا حاسة إن الدبرياج مش مظبوط قوي، يعني هي العربية ماشية بس الدبرياج وأنا بدوس عليه لا لازم ادوس عليه قوي لغايه الاخر كده. هو في تكه كده. هو الصراحة هي التكة دي كانت موجودة، يعني أنا حاساها مثلا من 6 7 شهور، بس قلت لا لا هي تلاقيها بس إيه كانت محتاجة تتزيت وكده. طبعا ما رحتش لحد يعني فاهمني. أنا مشكلتي إن أنا فعلا مش عايزة أتعرض للقصص بتاعت الميكانيكية، ما عنديش فكرة الصراحة يعني. المهم فانا ماشيه فحصل كده ايه، يعني جايه باخد الغيار في نص الطريق فما ما خدتوش، مش عارفه اخده. فمام وقفت على جنب وبعد كده هو رحت ايه يعني هاديه كده، هو قاعده هاديه. والحمد لله العربيه خدت الغيارات اللي انا محتاجاها وكملت طريقي لغايه بيت اختي، نزلت ولاد اختي وان العربيه تشتغل. لا خلاص كده هو. فانا قاعده عماله اقول ايه، العربيه ايه عطلت. وانا في الحاله دي ببقى عندي فعلا يعني ضيق شديد. بس سبحان الله في اللحظه دي انا قعدت 5 دقايق في العربيه ما بعملش حاجه خالص خالص. بس كل اللي كان جاي على بالي ان الحمد لله ان العيال انا وصلتها للبيت. الحمد لله ان العربية راكنة تحت بيت اختي بطريقة كويسة، فيعني لو حتى ما اشتغلتش او كده هو فهي راكنة. وقاعدة عمالة افكر، يعني قاعدة عمالة اشكر ربنا. وبعدين بعد شوية اللي هو جالي طب انا هعمل ايه. انا مش عايزه اطلع عند اختي، يعني وقت بقى غدا والعيال جايين وعايزين يعني، وانا عايزه كنت راجعه تعبانه وعايزه ارتاح يعني، ومعايا حاجات كمان في العربيه عايزه احطها في التلاجة وكده. هو المهم رحت اتصلت بالبواب القديم بتاعنا. علاقتي بيه كويسه جدا وهو بيشتغل عنده عربيه بيشتغل فيها في الحي بتاعنا. فالمهم اتصلت بيه فبقول له ايه الحقني العربيه كذا كذا الدبرياج مش عايز يشتغل. فقال لي، قلت له ما تقطمش يعني ما تقطعش بس مش عايز يشتغل. فقال لي طب انا دلوقتي عندي دورة مدارس ومشغول والعيال معايا مش هقدر اجيلك. بصي يا ستي انتي تبطلي العربية وتاخدي الغيار الاولاني. انا ساكنه جنب اختي، فيعني فقال لي على الغيار الاولاني وبالراحه بقى وايه وامشي. فالمهم ان انا عملت فعلا كده هو، ومشيت لغايه ما دخلتها الجراج. وقال لي انا هجيلك ايه بعد يعني على بالليل كده هو بعد ما اخلص. قلت له ماشي. المهم جه وكشف على العربيه ولقى فعلا ان في حته كده مقطومه، مش مقطوع السلك نفسه بس في حاجه في التركيبه بتاعته مقطومه. فالمهم هو صلحها. هو شاطر جدا لان بابا كان عنده ورشه. وراح قال لي ايه ده الميه ناقصه، ايه ده زيت الفرامل عايز يتزود، ايه ده مش عارفه كذا كذا كذا. لا لازم تعتني بالحاجات دي يا استاذه. قلت له ما انت بقى مشيت وكنت بتشوف لي الحاجات دي. كان البواب الجديد اللي عندنا واقف معاه. المهم ان هو ظبط لي الدنيا وقال لي على الحاجات اللي انا المفروض اعملها، حاجات كلها بسيطه يعني مش جامده. و ومشي، يعني قعد ساعة كده هو ومشي. أنا قعدت
لما بقى طلعت البيت بقى قعدت اقول يا كرم ربنا. يعني اول حاجه الحمد لله ان هي حصلت قريبه زي ما قلت لكم من بيتي. الحمد لله ان كانت حتى لو ما اشتغلتش هي مركونه تحت بيت اختي بطريقه كويسه. الحمد لله ان هو جه شاف العربيه، لان كان في حاجات ناقصه فيها، حاجات صغيره جدا بس انا مش واخده بالي منها، وكانت ممكن تؤدي لحاجات يعني مشاكل كبيره قوي في العربيه وخسائر جامده جدا في العربيه زي الموتور زي حاجات كده هو يعني. فحمدت ربنا جدا وكنت فخوره بنفسي الصراحه. ليه فخورة بنفسي؟ لأن أنا أفتكر إن المرات اللي قبل كده هو لما كان سلك الدبرياج، أنا عندي قصص مع سلك الدبرياج. يعني طبعا طول ما العربية جديدة نوفي ما فيش حاجة فيها بتحصل، لكن للأسف بقى بعد فترة كده هو يعني العربية بقى بتقدم، فسلك الدبرياج بيتقطع، مش يعني حاجات كده هو بقى بتحصل. فأنا كان ليا مواقف كتيرة مع سلك الدبرياج ده. أنا أفتكر أول مرة إن أنا يعني كلمت أمة لا إله إلا الله كلهم أساسا، يعني أختي وحد قريبنا وواحدة صاحبتي، ويعني كانت قصة كبيرة قوي. وفي الاخر انا اللي اتعكيت فيها، وعند واحد ميكانيكي ما كانش قد كده هو، ويعني بعدها برضو اتقطم تاني يعني. فانا كنت فخورة في المرة دي لحاجة، ان عادة لما بتحصل مشكلة انا بحس بالخوف. لأول مرة اساسا ما احسش بالخوف، احس ان في سكينة جات لي. قعدت 5 دقايق مع نفسي، وفي ال5 دقايق ده انا بشكر ربنا، بشكره ان الحاجة يعني في مشكلة حاصلة، بس يعني انا متأمنة في منطقتي، مانيش على الطريق السريع. العيال خلاص طلعوا لمامتهم ولاد اختي، فانا لوحدي اقدر اتصرف. تاني حاجة اتصلت بالراجل وكان عندي احتمال ان هو يكون ما يردش عليا مثلا مشغول او كده هو. تالت حاجة لان انا يعني قال لي على الحل وان انا اللي اتصرفت، فانا فرحانة قوي ان انا عرفت اتصرف يعني قال لي المرة الجاية لو لا قدر الله حصلت لك على طريق سريع انت ممكن تجيبي التاني، بس تضربي يعني تحطي بنزين، تدوسي على بنزين عالي علشان العربية تطلع معاكي، وان شاء الله ما يحصلش حاجة تانية ان شاء الله يعني. بس لما بيحصل لنا مشكلة يا جماعة احنا اول حاجة بنعملها ان احنا بنبقى خايفين، خوفنا بنقعد نولول، بنبعد تماما عن حل المشكلة، بنبقى مهيبرين. ممكن تتصل بناس كتيرة والناس دي تعطلك حتى عن الحل، لانها يعني هتقولك ان انا مش قادرة اجيلك، وبعدين كل شوية بتتصل بيك ها عملت ايه. كتر خيرهم طبعا ان هم بيتصلوا بيك وكده هو، بس كمان في النهاية هو ما حصلش حل، وانا عايزة احل وانت قاعد بتعطلني بالمكالمة بتاعتك اللي ملهاش اي 60 لازمة في الوقت ده هو. فانا كنت مبسوطة ان انا اتصلت بس بالبواب، ورغم ان هو كان مشغول فانا عرفت احل، يعني هو قال لي على الحل وانا اللي عملته، انا اللي سوقت العربيه وانا اللي وصلتها لغايه الجراج. فانا عايزه اقول ان لما تحصل لنا مشكله في ناس كتيره زي ما بقول بتولول بتخاف. في ناس تقول لك واشمعنى انا وليه يا ربي وايه الحظ النحس ده. لا بالعكس، المشكله دي فتحت لك حاجات تانية كتيره اتصلحت كانت ممكن تؤدي لحاجات كارثيه. فبالعكس انا مبسوطه جدا ان المشكله دي حصلت لي، عشان اعرف الحاجات التانية اللي انا ممكن اتفاداها بحاجات بسيطه جدا، زي ان انا ازود مثلا الميه في الترمبه العربيه، او ازود مثلا زيت للفرامل مثلا. احيانا لما بتحصل لنا مشكله ان احنا عايزين نهرب منها، يعني بعد ما نقعد يعني بعد ما بنقعد نولول ونخاف ونلطم ونعمل نفسنا ضحية، بنحاول بقى نهرب مثلا لو مشكلة مثلا ممتدة شوية، بنهرب بالشوبينج، بالأكل، بالنوم، بحاجات كتيرة جدا. أنا لأول مرة أكتشف، طبعا انا لما حصلت لي المشكله يعني ما فكرتش في كل الحاجات دي كلها، لا يعني هي اوتوماتيكيا جات لي نتيجه بقى الوعي، نتيجه لتجارب سابقه ما اعرفش. المهم يعني ان انا لاول مره احس بالهدوء واحس بالشكر، يعني بشكر ربنا ان هي يعني ان هي جات لي كده هو بطريقه يعني لطيفه مش بطريقه دراماتيكيه. والهدوء هو اللي بيخلي المشاكل تتحل. لما بتروح عند دكتور السنان اول حاجه بيقولها لك لما يكون في التهاب خد انتي بايوتيك مضاد حيوي،
عشان الالتهاب يخف، عشان اعرف اشتغل فيه. فاي مشكله في الالتهاب بتاعها مش هتتحل. ف... فاول حاجه تعملها لما يكون عندك مشكله ان انت تدور على طريقه تهدى بيها، يعني تهدي نفسك بيها. الطريقه اللي انت بتهدي نفسك بيها ممكن ان انت يعني تخرج تروح تعمل شوبينج، بس مش بنيه الهروب، لا، بنيه ان انا اروق دماغي. يعني مثلا في ناس مثلا لما يحصل لها مشكله تمشي في الطبيعه، او تمشي في اي حته، انا مش هتكلم عن لازم طبيعه، يعني تمشي. مثلا ناس بتحصل لها مشكله مثلا تقول لك طب اعمل اكله حلوه، طب اعمل مش عارفه كذا. هي مش ان هو في نيه هروب قد ما في نيه ان انا اروق دماغي عن المشكله، احيد دماغي ان هي ما تفكرش في المشكله. فسبحان الله الحل بيجي من عند ربنا، او انت بتلهم بافكار بتحل لك المشكله. انا زي ما قلت، انا ما يعني ما عملتش كل البروسيس دي عن عمد، هي جات لي بالطريقه دي. لكن بعد ما خلصت المشكله انا فكرت هي ليه المشكله يا جماعه كانت لطيفه وسهله، وليه انتي ما حسيتيش بالخوف وكل ده. فرحت قلت اهم حاجه الهدوء، اهم حاجه تعرف حجم المشكله، ما هياش بالحجم بالفظاعه اللي انت فاكرها. ان احنا كمان يا جماعه معرضين، زي ما احنا بنكسب لازم هنخسر، زي ما احنا اساسا بيجيلنا حاجات كتيره ففي حاجات تانية هنفقدها. معاني كتيره قوي الصراحه جات لي من القصه دي، حبيت اشاركها معاكم في الفيديو ده. يا رب يكون مفيد ليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، وباي باي.